العمر يمضي وأعمارنا جدا قصيرة. مهما تقدمنا في العمر لابد ما يجي اليوم المحتوم اللي يجي فيه ملك الموت ويأخذ أرواحنا إلى السماء. بدون سابق انذار وبدون تحذيرات. عشان كذا لازمنا نعيش بود، بصفاء، بحب، بتناغم، بانسجام، بعفو وصفح وتسامح. الدنيا ما تسوى أن الواحد يحقد على الناس أو يشيل في قلبه ضغينة وحقد وكراهية. لأن السنوات هذه اللي بيعيشها كأنها لحظات راح تمضي. فلازمنا نعيش بحب. وأنا قلت لازمنا نعيش بحب لأن هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ضمن عناوين الكتب الجميلة اللي قرأتها: لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر. فعلا كل الأمور صغائر، لكن احنا نحجمها أكبر من حجمها ونحقد ونكره وما عاد نرضى. ما أدري لو تزاعلنا اليوم هل أحد بيضمن أنه بيعيش لبكرة حتى يستسمح من الطرف الثاني؟ طبعا هذا لا يمكن أن أحد يضمن على الله أنه بيعيش لليوم الثاني. أنا أعرف أنه في مناقصات في الحياة. المناقصات والله كثيرة وقوية، لكن بقدر المستطاع نصفح ونسمح. إذا ما قدرنا على الأقل لا نضر بأنفسنا. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.